جلخانا هزار مردو سريجينا جداستانا شلبنا وشل خزينا شاندرو چارستینو دمده آمدو قبادو درسه جدوری کافر شداد کرد هبون به مفول داد سورانو. ساحة قتال بين فرقاء مختلفين، قوى غير كردية حاكمة تتقاتل فيما بينها، تستخدم الكرد أداة لمعاركها، وقتال بين قوى حاكمة وكرد لا يقبلون بحكمها وهم أصحاب الأرض. قنابل كثيرة سقطت، وآثار الحروب تتحدى الزمن. المحاربون تحصنوا يوما هنا، منهم من قتل ومنهم من هجر، آخرون هربوا أياما ثم عادوا. بين نصر كان يأتي ثم يغادر، وبين نكسة كانت تحل وينتهي بها كل شيء وإن لبعض الوقت. كان الزمن يجري دون أن يصل بالكرد إلى قرار. حينئذ كان الجبل صديقا لضعيف شعر بأن لا صديق له، لا أصدقاء غير الجبال. أصبح الجبل سمة ألصقها البعض بالكرد في حروبهم عبر التاريخ. مضى مصطفى البارزاني حارب هنا، وأدرك أن الجبل لا يكفي، فبحث عن أصدقاء. أي أصدقاء؟ كنا محاصرين اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، إعلاميا، فكان الوسيلة الوحيدة لخرق هذا الحصار هم الصحفيين الذين كان عدد كبير منهم يجازف ويأتي إلى كردستان ويقضي فترات صعبة أيضا عصيبة ويجازف بحياته، وكانوا يعني قدموا مساعدة كبيرة الحقيقة. I'm French. He said, why is it that the country of human rights is not helping the Kurdish people? And he said, we the Kurds, we have no friends, only the mountains are the friends of the Kurdish people. And we were very impressed when we heard this. إيران وتركيا والعراق وسوريا اللي في أرضهم في ساكن الشعب المقيم الشعب الكردي، في بيناتهم خلافات كثيرة، ولكن بشيء واحد هم متفقين، انه ما يخلوش حركة قومية كردية تكبر بأي منطقة، لأنه بتأثر على الأكراد عندهم في البيت. بين الحين والحين كانت المفاوضات تمثل مراحل في طريق الحرب. حاول البارزاني أن يصل عن طريقها إلى نقطة منتصف مع الحكومة العراقية، ولم يصل. هناك من يشك في نوايا المحاربين حين يتفاوضون.
مرونتهم لا تجد تصديقا، وتشددهم يلقى كل اتهام. عندما يكون الفرقاء في الخصومة كالجبال لا تثمر مفاوضات ولا يلتقي الجبلان. ما أستطيع أن أجزم بأن الثورة الكردية كانت جادة في كل محاولاتها السلمية، في كل جولات المفاوضات التي جرت، ولم تهدر أي فرصة للسلام. ولكن الأنظمة عندما كان يحدث انقلاب مثلا كانت تحاول السلطة الجديدة لتثبيت وضعها وتثبيت أقدامها، فكانت بحاجة إلى تهدئة. مع بروز الدولة القومية الحديثة بدأ الأكراد يطالبون أكثر وأكثر بحقوق ثقافية وسياسية للأكراد، وعندما طالبوا بذلك وخاصة بعد انهيار معاهدة سافر التي فشلت بسبب بروز مصطفى كمال وقمعه لكل الحركات المقاومة للقومية التركية إلى حد كبير، بدأنا نرى مطالبة أكثر. وكلما طالب الكرد بحريات أو بحقوق أكبر كلما جاء القمع أكبر من الدول التي تمثل أكثريات غير كردية. كل مرة أجى حكم جديد في بغداد كان بحاجة لهدوء بالمنطقة حتى يركز الحكم في بغداد، وكان يطلب من الأكراد وقف إطلاق النار، وطبعا يعطي وعد. شو بتطلبوا؟ لا مركزية، بتطلبوا اللغة الكردية في المدارس، بتطلبوا حرس حدود كردي، بتطلبوا هيك وهيك وهيك. كان يقول طبعا كل شيء بنعطيكم، كان يوعد. وبعدين لما يتركز في الحكم في بغداد ينسى وعوده، ومن جديد يبدأ الاضطهاد والمعركة تبدأ من جديد. شعب مغلوب على أمره، وأمله لا ينقطع في وقف الحروب المفروضة عليه. نصف ما ينفق في الحروب يكفي لتعمير البلاد، ويبقى العدو هو التخلف والجهل. لكن لا بد في موضع كبحثنا هذا أن نبتعد عن المثالية، فسجع الكلمة وطيب الأمنية سرعان ما يصطدم بفلسفة الواقع المر. الحرب، ولا بد من الحرب. بعد سقوط الخلافة العثمانية في كردستان، أرض شعب حلم بالدولة بعد سقوط الخلافة، قسمت الأراضي الكردية بين 4 دول: إيران والعراق وسوريا، والقسم الأكبر بقي تابعا لتركيا الحديثة بعد زوال الخلافة. رغم ما يعرف عن الكرد من طيبة وهدوء، إلا أن الوضع الجديد لم يطب لهم ولم يهدأ لهم بال، فعارضوا وثاروا. وذاك الوقت طبعا الحكومات احنا شفنا الاستقلال، والاكراد السليمانيه كان كل مثقفين وضباط كثير اجوا شافوا طعم الحريه، لذلك من ذاك الوقت الثوره الكرديه بدات الى اليوم. الشيخ محمود هو زعم الثوره الكرديه. الشيخ محمود الحفيد ثار ضد بريطانيا، حقق بعض الانتصارات، ولكنه بعد ذلك أسر فحكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى المؤبد فالنفي. كان ذلك بداية عشرينيات القرن الماضي. تلك الحركة دامت نحو 10 سنوات. الشيخ سعيد بيران ثار ضد تركيا ما بعد الخلافة، فأسر أيضا بعد نصر قصير، وأعدم في اسطنبول أواسط العشرينيات. سمكو شكاك ثار ضد إيران، ولم يكن مصيره مختلفا. قتل بعد أن غرر به شاه إيران عام 1930. في أربعينيات القرن نفسه سنحت للأكراد فرصة في إيران أراد فيها القاضي محمد تحقيق حلمه بدولة ولو صغيرة.
فكانت جمهورية مهاباد. فتواطأ الاتحاد السوفيتي الذي دعمه في البداية مع إيران، فوئدت الجمهورية وأعدم القاضي وعدد من رفاقه عام 47. إذن الثورات الكردية كانت قصيرة، عكست حالة من الاضطراب أصابت المنطقة بعد اتفاقية سايكس بيكو ورسم جديد لعالم جديد. جبال لم تنحني لقسوة المحن، ووديان لم تسد أبوابها أمام الهاربين إليها، وأنهار تجري وتجري معها الحياة. جاء ملا مصطفى البارزاني فوجد نفسه مع ما يسمى بالثورة، وجد نفسه جنديا أو بشمركة، هذه الكلمة التي تعني فدائيا. شخصيا كان ربما من أفضل مقاتلي حرب العصابات، قادة حرب العصابات، حتى أن بعض المحللين قارنوه أو شبهوه بتجربته بتجربة أشخاص مثل تيتو في يوغوسلافيا أو جياب في فيتنام أو حتى ماو تسي تونغ. ومما ساعده أنه كان يعرف أرض كردستان التي سار عليها على قدميه حتى كان يقال، طبعا هذه أسطورة إلى حد ما، ولكن يقال أنه كان سار على كل شبر من الأراضي المناطق الكردية. اتجه للسليمانية وقاد فيها وهو ما زال في 19 من العمر 300 مقاتل لدعم ثورة الشيخ محمود الحفيد ضد الإنجليز، ولكي يرى مولد المملكة الكردية التي أعلنها الشيخ الحفيد. لتركيا كانت رحلته الأخرى عندما اتجه إليها للقاء الشيخ سعيد بيران والتنسيق معه لثورته ضد أتاتورك الذي كان أسقط الخلافة العثمانية قبل سنوات قلائل. أما جمهورية مهاباد الكردية في إيران فكانت إليها رحلة البارزاني الثالثة عام 46 عندما أعلن القاضي محمد جمهوريته، فشاركه ملا مصطفى البارزاني الذي عين قائدا عاما لجيش الجمهورية منذ إذ وهو يسمى الجنرال. جمهورية مهاباد دامزرا سيفي خازي آموزة خازي محمد لاخد بنيو فرمانده كلي هذه كردستان، فرمانده قشتي هذه كردستان، بلام در حقیقت ملا مصطفى فرمانده كلي هذه كردستان. كرامة ومهابات، كرامة ومهابات جمهورية مهابات خريب تشكيله دامزرا لشواشرای مهابات میترون وشان دانابوك خازم هم بشير سر اوه لپش اوه ملا مصطفى داني راوستابو لپش قاسم محمد لپش اوه عديش ملاو اوانيش دو سريبو خلشي جماعة زوري شاريش دو دورو بري راوستابون لشواشرا وبإيما خوندكاركان بالرجاهاتين او آلاي كردستاني ما بدستو قرد او آلاي كيستاهية لكردستاني ما بدسماني وقرتو هاتين رجم عندها برامبري خازم محمد. خازم محمد لوي إعلامي جمهوري. البارزاني والمرحوم البارزاني كان له دور أساس في إسناد حكومة جمهورية كردستان الشعبية في إيران، والشيء الأساسي بالنسبة للنقلة النوعية أنه البارزاني هو كان يعتقد أن من المستحيل نجاح الثورات بالاعتماد على مجاميع العشائرية، ولهالسبب في مهابات هو برئاسة وعضوية مجموعة من العسكريين والمدنيين تأسس الحزب الديمقراطي الكردي آنذاك. قرية بارزان الصغيرة الوديعة لم تعش الهدوء في حياتها، فهي احترقت نتيجة ثورات وحروب 17 مرة، ولا يزال الزمن الذي يبدو أنه يهادن بارزان الآن
عاجزا عن إخفاء آثار ما تعرضت لها القرية سابقا. غروب يحرمنا الضوء الذي به نصور وعليه نعول، لكن معنا من الوقت ما نقتنص فيه مشهد الكدح من أجل الحياة، حتى في زمن يعتبره البعض زمن التعويض عما مضى والرفاهية. قرية بارزان قبل أن تكون منبع ثورة كانت مشيخة توجيه، فيها تؤدى مراسم السمع والطاعة والانقياد من مريديها لمشايخها. الدور الديني لبارزان كان يتحول بالتدريج إلى دور سياسي فمسلح، والمريدون كانوا بالتالي يتحولون من مريد مشيخة إلى جنود سلاح، يقادون من قبل الشيوخ السابقين الذين بدورهم تحولوا إلى قواد ثورة. مرت شخصيتهم ملا مصطفى البارزاني بمراحل مختلفة. خرج من المشيخة حاملا اسمه ملا مصطفى ليتحول إلى ثائر فعسكري يحمل لقب الجنرال مصطفى. كرئيس قبيلة كبيرة، قبيلة بدو عايش في الخيمة. نعم، اولاده والضباط في القيادة كانوا يديروا الموضوع، ولكن هو كان عايش بطريقة بسيطة جدا مع الشعب. كل واحد بده بيجي على الخيمة حتى يطلب الطلب اللي بده اياه. Very simple room with only a desk, chairs around the room, you know, carpets on the floor, that's all. And behind the desk was General Barzani. So it was a surprise for us, you know, to see the famous general in such a simple place, you know. And as a photographer, Chris Tuchira, the journalist, started to have interviews, and I was taking pictures. And I did not realize those pictures will be so important for the future, you know. It was the first pictures I took from him. We were very impressed, you know. He was, for us, something romantic, you know. He had always his Kurdish dress, the Kurdish costume. He was smoking his cigarette with this long Kurdish cigarette holder. He was a very simple man. And we could see that the Kurdish people were ready to fight for him and for the sake of Kurdistan. He had a lot of prestige among the Kurdish people. The power of the draw. لم يكن يحب الألقاب، وكان يرفض أن يتكلم معه أتباعه بألقاب التعظيم. وقد كره في عبد الكريم قاسم الذي ألغى الملكية في العراق تسميته لنفسه بالزعيم الأوحد. إلا أن الألقاب انهمرت على البارزاني، الشخصية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ المنطقة. ألقاب من محبين وأخرى من كارهين. الشخصية الأسطورة والمحارب الشجاع والمفاوض المناور، ثم الخائن العميل وأكثر من ذلك. إلا أن البارزاني كان يرى في نفسه الكردي المقاتل الباحث عن طريق يوصله إلى حق شعبه.
كان يشبه نفسه بشحاذ بباب مسجد السليمانية الكبير، يمد يده ليضع أحد فيها شيئا ولا يهمه من يكون المحسن. من تصورنا كم يعني أجر لبيشة أو خيال لا يغرب به بلام استنما وشونك صراحة أما هاي الصالة أم اللي تكوتوت أو غدر ظلمة يعني كما كان بينا كردوا أو أبيت دليلك عام كأو ملة كرد ملتك فقير ومظلومة جهتك معينين دربارينا وخوش يعني وابزانم يعني ثورة يعني بهيج جهتك يعني وكو مثل كومونيست أوانا أجر قسمك لنا ويجببن أوانا يكلا زمان يخوان لنا وبعث ران كردوا هاتبن بلام همو يعني جهتك نية كبثورة ومعلق بن أوانا ثورة خوي إشي خوي أكبب ملتي كل مصلحة ملتي كل هي معلومة العراقش أنواع ينتهاها يوانية بلام عايد بثوراني. I had 3 meetings with him in fact in 71, 73, 74 and always he complained about the lack of support from the West. He said, why is it that America, that England, that France is not helping the Kurds? اتهمته الشيوعية بميوله الدينية فكان في نظرها رجعيا، واتهمه الغرب بالماركسية فكان في نظرها شيوعيا، وسمته بريطانيا الملا الأحمر. الملا المحارب أو الجنرال، هل ثمة علاقة بين اللقب الديني والحربي أو العسكري، أو أن الإسلام في أساسه مشيخة وثورة؟ بقيت معه كثيرا، من جملة ما كان يشكوه قلة الدين، وهذا ما دعاه إلى أن يؤسس اتحاد علماء الدين الإسلامي. وفي لقائي معه لما ذكر لي هذا الموضوع طبعا أنا كنت من المشجعين. كانت الغاية من تأسيس هذا الاتحاد هو أولا بيان وضع الشعب الكردي في الخارج وما يتعرض له من ظلم واضطهاد في جميع المناطق الكردية التي احتلت وقسمت بين دول متعددة. قبل عودة ملا مصطفى إلى العراق كانت كردستان تموج بالحركة الشيوعية من أقصاها إلى أقصاها، ولم يكن هناك مجال للكلام عن الشيوعية أو ضد الشيوعية قيد شعرة. كل من يتكلم عن الإسلام رأسا يتهم بأنه من عملاء أمريكا، ولكن ما أن عاد ملا مصطفى إلى العراق استطاع الإنسان الكردي أن يقول أنا مسلم. ومرد ذلك ليس لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان حزبا إسلاميا، لا بالعكس كان توجهه علمانيا، ولكن ذلك يعود إلى الشخصية الإسلامية القوية للملا مصطفى، فكان مستحوذا على الكل بجدارة. كنت شابا وكنت وقتها ليس فقط متأثرا، كنت ملتزما يعني بالماركسية، يعني كأي شاب كردي في الحركة الكردية. عندما يعني رأينا من حولنا أن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما يعادون الكرد، فكنا نلجأ إلى النقيض. هكذا يعني كانت الحالة، وكنت واحدا من هؤلاء. طبعا كنت متحمسا لفكرتي ولنهجي ولفلسفتي، ولكن البرزاني الخالد نصحني وبدأ يشرح لي تجربته الشخصية. ملا مصطفى ولد في قرية بارزان عام 1903. اعتقلت السلطات العثمانية أباه وهو رضيع، ومات الأب سريعا، ثم سجن مصطفى مع والدته وهو في 3 من عمره في الموصل. وشقيقه الشيخ عبد السلام البارزاني الذي تسلم المشيخة بعد والده أعدمه العثمانيون. إيرة دنجي كردستان عراقا
تربى مصطفى البارزاني على أخبار القتل والسجن والحرب والثورة والتمرد، وتمعن في قصص الانتصارات والهزائم. تصور أنه كان في سن 3 سنوات، كان عمره 3 سنوات عندما اعتقل مع والدته وسجن لمدة سنة على أيدي العثمانيين في الموصل، ونشأ في بيئة دينية ووطنية في نفس الوقت، ثم تربى على أيدي أخيه الشيخ أحمد ورجال أشداء من البارزانيين، وكان واضح جدا يعني منذ صباه أنه شخص غير اعتيادي. يعني كان الكل يتوقعون منه أن يحتل الموقع القيادي الذي احتله. ظهر مدام مصطفى للشعب الكردي المشتت المظلوم المغلوب على أمره، ظهر مدام مصطفى حتى يجمع الشعب هذا ويأخذ حقوقه. وهالشخص هذا ناضل من كان شاب إلى أن توفى هو بالشتمة. شخصية كاريزمية بالنسبة للكرد في سوريا، ولذلك طبعا كنا نسمع عنه دائما من الإذاعات بشكل أساسي، ولكن في بداية كما ذكرت تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا عام 57 يعني كان هناك تأثير كبير للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق على نشوء الحزب. البارزاني قضيته شغلت بال دول كبيرة في المنطقة وبال شعوب كبيرة. بعض الحكومات أرادت أن تتفاوض معه كواقع، وبعضها أرادت محاربته كواقع، وأخرى أعانت حركته المسلحة، وكثيرات تآمرت عليه. هكذا قضى الملل الجنرال مصطفى البارزاني 70 سنة هي مدة حياته. من وسط تاريخ للعراق ليس ببعيد أقلب صفحاته، صفحات بأيامها، بعضها بيض وبعضها سود، بعضها اتفاقات ومفاوضات وبعضها حروب، صناعها رجال منهم من قضى نحبه ومنهم لا يزال، ولا يزال التاريخ سائلا لا يقف ليسجل صفحات عسى أن تستقر فيها أوضاع العراق. عراق يكون للكرد فيه حقوقه مضمونة ووفق ما يريد. هذا ما نادى به ملا مصطفى البارزاني سابقا، ولا يزال أسلافه على الطريق نفسه سائرين. لكن التاريخ هو التاريخ نفسه، لا يزال يبحث له عن مستقر. أخمدت ثورة الشيخ محمود الحفيد في السليمانية بداية ثلاثينيات القرن الماضي، بعد أن كان شكل أول حكومة في كردستان حتى قبل تأسيس العراق وتشكيل حكومته. كانت القوة المتحكمة آنذاك بريطانيا، ولم يكن من مصلحتها أن ينجح الحفيد. احتلت بريطانيا بغداد في 1917 واحتلت وشكلوا الحكومة العراقية في سنة 1921، يعني من 17 إلى 21 4 سنوات العراق كان في الاحتلال. ذاك قبل الحرب العامة يعني الأولى ما كان اكو اسم العراق، كان اكو ولاية بغداد، ولاية بصرة، ولاية موصل. فاحتلوا شو اسمه شكلوا هالثلاث ولايات سموها العراق، لكن ولاية موصل لا يزال كان ما كان منضمة إلى العراق. لكن في 1919 يلا احتلوا سليمانية، يعني بعد سنتين من احتلال بغداد يلا قدروا يحتلوا سليمانية، وشكلت حكومة كردية في 1919 يعني قبل تشكيل الحكومة العراقية بسنتين. الشيخ محمود الحفيد هو صار ملك كردستان وشكلوا حكومة كردية. استمر الحس القومي الثوري في منطقة بارزان يتنامى، وأدى ذلك إلى ثورة قادها الشيخ أحمد البارزاني، وكان يكبر شقيقه ملا مصطفى بعقدين. واصطدمت الثورة بإرادة بريطانيا فتحركت لإخمادها. حصلت المواجهات بين الطرفين، وقصفت الطائرات البريطانية بارزان وقتلت أكثر من 1000 كردي بين مقاتل ومدني،
وبذلك انتهت حركة الشيخ أحمد البارزاني. اعتاد المحاربون الكرد الهجرة بعد كل نكسة، فهاجر البارزانيون إلى تركيا. تركيا أعادتهم إلى العراق وسلمت الشيخ أحمد إلى الحكومة العراقية التي نفت البارزانيين وبينهم الشيخ أحمد وملا مصطفى إلى الجنوب ثم إلى السليمانية. بعد 10 سنوات من النفي تسلم الملا مصطفى القيادة من أخيه الشيخ أحمد البارزاني الذي أتعبته السنون. في البداية كانت عندما انتقلت القيادة لأخيه الشيخ أحمد، ولكنه الشيخ أحمد تركز أكثر فيما بعد على القضايا الروحية والدينية، والشيخ أحمد كان يحظى باحترام أخيه ملا مصطفى إلى درجة كبيرة، ولكن ملا مصطفى بدأ يبرز منذ أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات كشخصية قيادية عسكرية وسياسية للأكراد، وكانت هناك تحركات ضد الحكومة المركزية في العراق. استفاد البارزاني من وجوده في السليمانية، فعمل علاقات مهمة مع محركي الحس القومي الكردي، وكانت السليمانية تعج بهم. استفاد أيضا من الروح العشائرية القومية، ومن خبرته في الحرب والقتال، ومن الوعي الحزبي السياسي، وفكر في الثورة من جديد، ثورة كردية اختلفت عن سابقاتها. أهم ما حققه في ذلك المرحلة هو أنه كما قلت مثل ذلك، كان حلقة الوصل بين القيادات التقليدية التي مثلها أشخاص مثلا مثل الشيخ عبيد الله النهري أو الشيخ سعيد البيراني أو الشيخ محمود البارزنجي محمود الحفيد، فهو كان مثل هؤلاء بالنسبة لخلفيته الدينية أو العشائرية، ولكنه أيضا بسبب تجربته بسبب اتصالاته مع عدد من بعض المثقفين الأكراد وعلاقاته الواسعة كان حلقة الوصل بين الحركات التقليدية والحركة القومية الكردية الحديثة. كان يحاول أن يخرج القضية الكردية من إطارها المحلي أو الإقليمي، بذل جهود كبيرة لتدويل أو لإيصال صوت الشعب الكردي أو إيصال الحق الكردي إلى مثلا الأمم المتحدة، إلى الولايات المتحدة، إلى أوروبا، والتجأ إلى الاتحاد السوفيتي وبقى هناك 12 سنة، يعني لم يبقى باب ولم يطرقه من أجل قضية شعبه. البارزاني نسق مع حزب هيوا الكردي، فهرب من منفاه ودخل إلى مناطق الأكراد في إيران، ثم عاد إلى منطقته بارزان واستعد من جديد للقتال. مشكلة البارزانيين كانت إحدى المشاكل التي يهتم بها حزب هيوا، وبمساعدة حزب هيوا عام 1943 تمكن المرحوم مصطفى البارزاني من الهروب من المنفى في السليمانية إلى منطقة بارزان. أراد أن يستغل فرصة الحرب العالمية الثانية التي كانت على وشك أن تنتهي للاستعداد لأية تغييرات جيوسياسية قد تقع، تغييرات ظلمت الكرد بعد الحرب العالمية الأولى، فعسى ألا يلدغ الكرد من جحر مرتين. فانتهاء الحروب العالمية يأتي بتغييرات جغرافية وسياسية، وكانت بارزان على موعد من جديد مع الثورة. سنة 45 من قام السيد البارزاني بحركته، كان في قيادة الحركة، يعني في قيادة القوى المسلحة، مجموعة من الضباط وقياديين آخرين، وقوة الأساسية ولو كانت قوة البارزانيين، ولكن قوة المؤيدة إلى وتوسع الثورة كان على أساس تطوع من الشعب الكردي إلى جانب الثورة. ملا مصطفى البارزاني هيأ الأرضية لمرحلة جديدة من العلاقة بين الحركة الكردية والحكومة العراقية. تجمع حوله بعد وصوله منطقة بارزان ما يقارب 5000 مقاتل، إضافة إلى دعم جماهيري وشعبي كردي يقف من ورائه حزب هيوا الذي نشط بين المثقفين الأكراد في العراق وخارجه.
سيطر البارزاني على منطقة بارزان وحواليها، واضطرت الشرطة العراقية والجيش النظامي إلى الانسحاب من المنطقة. لم يبادر البارزاني بعد ذلك قوات الحكومة بالقتال، إلى أنه أرسل شروطه. طالب أيضا باتصالاته مع الحكومة العراقية في الأربعينات بأنه يجب أن يكون هناك توحيد المناطق الكردية في العراق في منطقة واحدة، وأن يكون هناك وزير كردي أو وزارة معنية بالشؤون الكردية، وأن يكون هناك وكيل وزارة كردي في كل الوزارات. ومن هنا أيضا بدأ بروزه كشخصية كردية تم الاعتراف بها إلى حد كبير، حيث أن الوصي مثلا عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد التقوا به. هذه الشروط مثلت بداية لمرحلة جديدة بين الحركة الكردية المسلحة بقيادة ملا مصطفى البارزاني والحكومات العراقية التي تعاقبت بعد ذلك. في هذا العام شكلت لجنة آزادي أي لجنة الحرية في كردستان بقيادة البارزاني، وهي القسم العسكري أو القيادة العسكرية في الحركة الكردية. قدموا طلباتهم، قالوا احنا هذا طلباتنا، اذا الحكومه تحقق طلباتنا احنا مستعدين ومخلصين للحكومه، واذا ما تحقق حكومه بامكانها ان تعمل ما تشاء بالنسبه لنا ونحن لا نوافق. الثورة الكردية تحولت من كونها ردة أفعال بين حين وآخر أو تمردا على قوانين الدولة أو قتالا يحدث بين شيوخ بارزان ورؤساء عشائر كردية في فترات متفرقة إلى مشروع قضية فيها شروط ومطالب. الشروط تطورت وتغيرت حسب الظروف والدور الدولي في القضية. أرسل نور السعيد رئيس الوزراء العراقي وزيرا للتفاوض مع البارزاني حول شروطه، ووصل الجانبان إلى اتفاق. وسافر البارزاني إلى بغداد وصادق نور السعيد على الاتفاق المبرم بين الطرفين. حدثت اشتباكات واسعة بين البارزانيين وبين الحكومة العراقية. على أثر ذلك وافقت الحكومة على مجيء المرحوم البارزاني إلى بغداد لإجراء المفاوضات معه. حضر السيد البارزاني إلى بغداد عام 1943. كنت آنذاك أنا طالبا في كلية الحقوق وعضوا في مجلس إدارة نادي الارتقاء الكردي. عاد البارزاني من بغداد مصطحبا معه البارزانيين المنفيين سابقا، بعد أن سمحت له الحكومة بذلك كبادرة حسن نية من جانبها، وما أن وصل كردستان حتى استقال نور السعيد من رئاسة الوزراء. اعتبر الجانب الكردي ذلك مؤامرة على الاتفاق من جانب القوميين الذين حلوا محل حكومة السعيد وألغوا الاتفاقية السابقة. وقرر هؤلاء بعد أقل من سنة من الاتفاق إبعاد ملا مصطفى من منطقة بارزان. يفسر نجل ملا مصطفى البارزاني مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان حاليا استقالة حكومة نور السعيد بمؤامرة استعمارية بريطانية لوأد نواة التجربة الكردية في العراق، كانت تجربة على وشك التوسع وتشجيع تجربة كردية أخرى في إيران كان يدعمها الاتحاد السوفيتي. كان هناك اتفاق صحيح، جرى اتفاق في كركوك، صار لقاء بين البارزاني ونور السعيد الذي كان هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وكان موقف نور السعيد موقفا إيجابيا، وافق على معظم النقاط والمطالب الكردية. ولكن بعد عودته إلى بغداد كما قيل فيما بعد أنه تعرض إلى ضغط شديد من قبل السفير البريطاني والوصي عبد الإله، مما اضطر إلى الاستقالة والتراجع عن الاتفاقية، واندلع القتال مرة أخرى.
بدأت الحرب من جديد بين ملا مصطفى وتحت إمرته 5000 مقاتل في وجه 30,000 جندي في الجيش العراقي يمثلون نصف الجيش آنذاك، يساندهم 10,000 من رجال الشرطة المدعومين بسلاح الجو البريطاني بقيادة الميجر الجنرال رونتن. وكما في أغلب المعارك الكردية مع الحكومات العراقية، يكون النصر حليفهم فيتوسعون في الرقعة المسيطر عليها. إلا أن ذلك لا يدوم طويلا، فسرعان ما تنهار قواهم فيخسرون المعركة ويهجرون الديار. الثورة فشلت لأسباب متعددة، يعني مو فقط هاي. أولا الإنجليز كانوا محتلين في العراق، والإنجليز كانوا ضد الثورة، وكانوا يحرضون رؤساء العشائر ضد الثورة مو إلى جانبه. وحزب هيوا كان عاجز عن تقديم عون وإسناد الثورة آنذاك، لأنه قيادته كانت قيادة هزيلة ما تتمكن أن تطور الثورة وتوسع الثورة في أماكن أخرى. كل الضغوط صارت على منطقة اللي اندلعت به الثورة، وهي من منطقة رواندوز إلى منطقة بارزانو، مال هذه المناطق، فاضطروا الانسحاب إلى إيران. هو أساسا الإنجليز هو إنجليز ضد الأكراد، لأن الإنجليز قسمت منطقة الكردية إلى 4 أقسام، قسم في تركيا، قسم في إيران، قسم في العراق. لذلك هالثلاث حكومات كانوا يحاربون الأكراد، ومن جملة الإنجليز وياهم. لو الإنجليز في وقتها ما خلي كل الأكراد في منطقة تركيا، ذاك الوقت كنا ناخذ عطف إيران وعطف العراق إلنا، كنا نقدر نسوي شيء. أو نخلي كل شيء بالعراق، كنا ناخذ مثل عطف باقي الحكومات المجاور. لذلك كل حكومات المجاور هو كله دائما ضد الأكراد، يخمدون الثورات الكردية. الشعب الكردي يريد حقوقه مثل باقي شعوب العالم. البارزاني كان قد عبر الحدود العراقية الإيرانية بين كردستانيها تهربا، وأصبح خبيرا بأماكن العبور. واليوم وبعد 60 عاما من عبور البارزاني ورجاله من هنا، ما زال الناس يعبرون الحدود العراقية الإيرانية في أصعب نقاطها بحثا عن اللقمة وبعيدا عن سلطة القانون. ملا مصطفى البارزاني كان على علم بمجريات الأمور هناك في مهاباد بكردستان إيران، وبعد أن ضاقت عليه أرض كردستان العراق بما رحبت بعد ثورته عام 1945 خطط لنقل جل البارزانيين إلى هناك، وهو يقدرهم ب35,000 بين رجل وامرأة وطفل. غادروا قراهم وتركوها خاوية. الطريق من بارزان إلى مهاباد كانت صعبة، وأهلك البرد فيها 5,000 نفس في وقت كانت الحرب العالمية الثانية فيه تضع أوزارها. وأما من وصل حيا فلم يجد استقبالا حسنا في مهاباد، فالسوفيت يرون في البارزاني عميلا بريطانيا ولا يحبذون مجيئه إلى مهاباد. بارزاني هاتا شنو يدقل إيري بارزان أو كريك هاتبو بيش قاز لاي قاضي محمد أزم كردي هاتبو أبيه بو ما بصي هاتبو دعا معلوم بو في قاضي محمد يارمتي بدا أو خانوادي بارزاني كالذي هاتو يعني شنوية براغندبون بلاوبونوا لشويني جياقا بجاقا دان مزريني برا خاص محمد بارزانة كان هنا شاري مهاباد مزقوتي كبو بني بقوتي حاج أحمدي بشق لما قوتي حاج أحمدي داون بشق شيشلا معسكر داون معسكر بدت آزاد معسكر هاي بدت خاص محمد وأوانو بيش كومارا أوانا هات نخوشين تيكود مع ذكران باش كران ودا باش كران بري هاتا كان يدوروا بري مهاباد هادو خانواده و 3 خانواده بۆ لادێ بۆ دێک چون دەوێت دامەزرێن ژیانی خۆیان بکەن هەتا بزانین چی دەکەن.
معاناة المهاجرين البارزانيين ازدادت مع البرد القارص، بينما كانت القيادة الكردية في مهابات من جهة والبارزانيون من جهة أخرى تحاولان التغلب على الاعتراضات السوفيتية. وبالتالي تم البدء بتوطين البارزانيين في مهاباد، جمهورية الغد التي أصبحت بعد أشهر فقط جمهورية الأمس. جمهورية مهاباد كانت تنهار، وتخلى الجميع حتى عن قاضي محمد زعيم تلك الجمهورية، فإن ملا مصطفى أرسل ابنه على شكل عبيد الله على رأس مجموعة من القوات الكردية. وعندما شاهده قاضي محمد نقل عن قوله بأنه عندما شاهد البارزاني قال أن الآن روحي عادت إلى وسطي، وعندما أرى ملا مصطفى ستعود روحي إلى رأسي إلى حد ما. لقد قدمها الاتحاد السوفيتي إلى بريطانيا ليتسلمها حليفها شاه إيران في صفقة، وهكذا التف حبل المشنقة حول عنق القاضي محمد مؤسس أول جمهورية كردية، قبل أن يحلي عنقه بقلادة الزعامة كرئيس دولة. أما القائد العام لجيش الجمهورية ملا مصطفى البارزاني فهرب من هذا المصير نفسه، وكانت الهجرة من جديد. وللحديث بقية. چاتکی پر دعا دخواست بوگه های مناجران امیدوار من جا یاران